تعالوا النهاردة نعمل البانكيك بطريقة سهلة ومقادير كمان بسيطة. زي ما احنا شايفين طري وجميل، وفي ثواني هتعملي احلى كيك في الطاسة. وتقدري تزيدين زي ما انت حابة بأي فاكهة عندك، بعسل بقى، بشوكولاتة، تحطي موز، تحطي فراولة، اي نوع فاكهة. بجد جميل، وبتعمليه طبقات بالشكل ده. حاجة كده تحفة. تقدري كمان تاكليه سخن او بارد. هنا المقادير عندي مقادير بسيطة خالص. هي بيضاية واحدة، وكوب دقيق عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر، وذرة ملح، ومعلقتين سكر، وربع كوباية زيت، وكوباية الا ربع حليب. ونقدر كمان لو الخليط تقيل بنخففها شوية على حسب الدقيق بياخد معانا. وكمان نقطتين فانيليا بس. هنقلب كل بقى المقادير الجافة مع بعض، اللي هو البيكنج باودر والدقيق. طبعا الدقيق نخلينه كويس، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده. هنا بقى البضاية هننزل عليها بنقطتين الفانيليا، وهنا بالمضرب اليدوي كده هقلبها. تقدري تعمليها في الخلاط او كمان في الكبة او بالهاند بلندر او بالويسك كده زي ما انا بعملها. هقلبها كويس كده لحد البيضة خالص ما تختفي معايا. وكمان هنزل بالزيت، وهرجع اقلبها كده واحط المقادير شوية بشوية مع التقليب. وهنزل بقى بالحليب. زي ما قلت لكم الحليب ممكن مقدار يزيد على حسب الدقيق. هقلبه كويس. وكمان انا كنت نزلت بالسكر مع التقليب. هنزل بقى بالدقيق شوية بشوية كده بالشكل ده لحد ما اخلص كل الكمية. طريقة سهلة جدا، في ثواني وانتي واقفة هتعمليها. وهقلب كده. لو لاحظت ان الخليط بيتقل معايا هزود الحليب، وممكن كمان ازود شوية مية لو مفيش حليب، لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا عايزة القوام بتاعه اخف من قوام الكيك، حاجة بسيطة خالص. يعني مش بتقلي قوام الكيك، انا عايزاه اخف شوية صغيرين بالشكل ده. هو ده القوام اللي انا عايزاه. بركنه بقى بجيب الطاسة بتاعتي. لازم طاسة تكون ما بتلزقش، وهدهنها دهنة بسيطة خالص زيت، يعني نقطتين زيت بس. وهنزل بقى بالخليط كده. بتعملي بقى المقاس اللي انت حباه. عايزة تعملي بانكيك ميني ماشي، عايزة تعملي المقاس ده، عايزة تكبري شوية براحتك. وبسيبه لحد ما لونه بيتغير من فوق، بقلبه بيبقى معايا كده، وبخرجه ياخد لون برضو من فوق. وبس كده، في ثواني بتعمليه. والنار بتبقى متوسطة، لا هادية خالص ولا مرتفع. زي ما احنا شايفين قوام الخليط، هو ده اللي انا عايزاه. زي ما قلت لكم بجد تحفة. عملت كده كوباية الدقيق، طلعت لي المقدار ده. هدهنه بقى. عندي شوكولاتة، اي بقى صوص شوكولاتة عندك، شوكولاتة قابلة للدهن. لو ما فيش شوكولاتة ممكن تدهني عسل بين الطبقات. الكريمة ممكن كريم شانتيه، اللي انت حباه بتضيفيه بين الطبقات. ممكن كمان تحطي مكسرات، اي حاجة انت حباها. انا بضيفه هنا وهو سخن، بضيف الشوكولاتة بينه عشان الشوكولاتة تفرد معايا. ودي اخر طبقة كده معايا. نزلت عليها بقى بشرايح موز، وتقدري طبعا تحطي اي فاكهة. وهنا بالعسل الابيض رشة صغيرة كده، لان هو ما فيهوش سكريات كتير. العجينة نفسها فيها معلقتين سكر بس. وكمان نزلت عليها بشوية صوص شوكولاتة كده. التزيين بقى براحتك، بجد تحفة. وبقطعها، تتاكل بقى سخنة او تتاكل باردة، في الحالتين بتبقى جميلة جدا. ودي بقى لو انت مستعجلة بتعملي احلى كيكة في ثواني في الطاسة، روعة، وولادك هيحبوها. شايفين الطبقات بتاعتها وبينها الشوكولاتة كده، تحفة.
وعندك بقى لو عندك ولادك واقفين وانت بتقطعيها طبعا مش هتلحقي. بجد روعة. هقطع بقى باقي الكيك بتاعي كده، بتقطعيها زي الكيك بالظبط وبتقدميها. ودي كانت وصفتي النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.